السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألمانيا برلين، إلى الصديق والزميل والأستاذ مجيد العامري. حياك الله أبو مصطفى. عيني أبو مصطفى، أني بصف الشارع وسألني المهندس قال لي ليش هاي الدنق ما صايرة ويا الحائط؟ باع هاي الدنق وهذا الحائط. ليش أبو مصطفى؟ باوع هاي الدنق ما جايه ويا الحائط. تمام؟ عيني يا ابو مصطفى، لان هذا الحائط احنا حاطيه مستعار بعدين راح يتفكك. تمام؟ تابع الفيديو للاخير. هذا راح يتفكك، ليش؟ لان انا قريب على الشارع وعندي احمال عاليه، فنحطوا مساحه السقف كبيره. ما شاء الله مساحه السقف كبيره. سألني ايضا قال لي بس تسوي الرمبة صور لي اياها، بعدني ما مشتغلها. هاي قدامك، بعدني ما مشتغلها الرمبة. راد يشوف السقف، قال من تفك القالب شوفني السقف. هذا شوفك السقف، هذا هو السقف. تفضل ابو مصطفى. تمام يا اخوك؟ هذا هو السقف. هسه راد يشوف الربط مال العزومات. بسم الله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. عيني يا ابو مصطفى. راد يشوف الربط. عندي دنقة 2 وعندي 3. الربط المفتوح. تمام؟ كل الحديد اللي جاي هذا اللي مربوط بالاستدات. هذا الربط يختلف عن الربط اللي راح اشوفك اياه. تفضل ابو مصطفى. عملية التكتيف للداخل باعة للداخل. ليش؟ لأن مفتوح باعة، الحديد مفتوح. هذا مو جسور ابو مصطفى، هذا ربط ما مكمل، جاي الربط للداخل، ما طالع لي برا، للداخل مثل ما شايف حضرتك. تمام؟ هسه راح اشوفه اليو ايضا. هو قال اليو ما يصير بس بالاساسات. هسه خلينا نشوف اليو وين يصير واشرح له عليه ويشوفه. هسه احنا ايش قلنا هذا الربط يختلف عن ذاك الربط. باوع هذا الربط جاي قطعتين. استاذ مجيد، هذا الربط جاي قطعتين. احنا ايش قد جاي ابو مصطفى؟ جاي 1 2 3 و4. للارتجاجات شيء وللاهتزازات شيء، والتقويس مالته يختلف ابو مصطفى على عوجات فيزيائيه، انتبه عليها. وداخل جوه نازل نزول وصاعد فوق بهذا المنطقه. ليش ابو مصطفى؟ لانه هنا اليو استاذ مجيد، هذا اليو، هذا اليو باعه، هذا اليو. تفضل استاذ مجيد. هذا 5 شياش 32 قاعدات جوا، فايتات بي يعني قاعدات جوا، و5 فوقه، و5 بالاطراف حتى يشد الحمل، و5 بالاطراف يمنى ويسره. ايضا هذا مربوط استدات من الطول للطول.
هذا من الطول للطول. العزم ماله مفتوح، يكون مسافة بعيدة. تفضل استاذ مجيد. هاي بدايته. باع وين دخل؟ وهذا اليو الثاني، هذا اليو الاول. هذا اليو الاول وهذا اليو الثاني. ايضا مربوط، ايضا مربوط بالاستدات استاذ مجيد، ويطلع يكمل للاخير. حتى يسند القص. تمام. هذين اثنين اليو ابو مصطفى باوع مزرفات. هذين اثنين اليو راح تجي عواميدهن تربط فوق قبل لا يصير الصب. هسه احنا راح نصبه نجهزه، بعدين نكمل هذا وهم نجهزه. وشي يصير الربط السقف الفوق يحمل هذا الجوه. طريقه فيزيائيه عكسيه اشرح لك عليها. تمام. هاي الظروف مالتها. هسه راح نرجع وين؟ نرجع اشوفك الشيلمان اللي يربط بيه. الشيلمان اللي يربط بيه ابو مصطفى اللي هو هذا ابو مصطفى، اللي هو هذا يمنى ويسرى، يمنى ويسرى. تنشد البراغي مالته اول شيء، وبعدين بالونش تتعلق الشيلمانات حتى ينطي ثابت. كل البراغي مالته تصير والاستدات بهذا الشكل. هاي البراغي مالته، هاي واشراته. تمام يا اخوك. كثافة العزومات عالية جدا ابو مصطفى، ومثل ما حضرتك شايف التكملة من السقف الاول للثاني او من الطرف اليمين لليسار. كثافة حديد عالية ابو مصطفى. هذا اللي طلع من الاول للاخير، وهذا هنا انفتح، هنا انفتح. شوفه هذا فتح. تمام يا اخوك. نزالي 48 والعروض 32. 380 كوبيك ب 108 طن حديد. اتوقع تكون وضحت الصورة. وش عندكم استفسارات؟ وش عندكم عمل؟ وش عندكم امور مستعصية بالعمل؟ احنا بخدمتكم. مع تحيات هندسة البناء مجيد العامري. في مال لا غالي.